تخيل انت بالعراق تريد تتزوج ويطلبون منك مهر 100 مليون، يا الهي دخيلك. ولك شو متزوج عارضة ازياء فوقها 100 مليون. خب 100 مليون العراقي يقدر يتزوج بها 4 مو وحدة. عوفونا من المهر، خلونا ندخل بتفكير الشعب العراقي بسالفة الزواج. اولا لازم تكون عندك شهادة، واذا ما عندك ما راح يرضى ويقول لك اطلع برا، فانت على يا اساس تتعب نفسك. اذا ما عندك شهادة شوف لك اقرب باب واطلع بسرعة قبل لا يطيح كرامتك. ثانيا لازم يكون عندك بيت. اما الشعب العراقي ما يرضون بيتهم تعيش ويا اهلك. صحيح البنية من حقها، واذا الولد عنده امكانيه يسوي البيت خليه يسويه، بس اذا ما عنده امكانيه عادي ترى ما بيها شيء، الفقر مو عيب. بس المشكله هاي العالم ما قاعد تقتنع، ترى ما بيها شيء اذا مرتك اجت تعيش يمك. بس هاي الناس عقولها مجفته. بعد شبيتنا عليهم مهر، بيت، سياره، وظيفه، شهاده، كل هذين تحتاجهن يلا تتزوج. السياره اعتقد ما لها داعي. اي والله ما لها داعي. انتوا ايش تقولون؟ انا اكثر شيء احبه بالعرس العشاء، غير يخبل لحم وتمه، واحلى شيء الصلصه. هسه خلنا نعوف الاكل ترى بديت اجوعا. عبالك ان خلصنا؟ لا، العرس والزفه والخطبه هذني كلن عليك، والفستان مال العروسه والمحبس والحبش كلاتها هم عليك. فوق كل هذا الضيم اذا تريد تطلق مرتك لازم تدفع لها فلوس. يا خرا شنو هذا؟ حلبونا حلب ما خلوا عندنا ولا ربع. كل شيء ما سويت انت بس دبيت فلوسك بالشط. فانت من تتزوج ضروري تعرف اخلاق البنيه وتصرفاتها قبل لا تتزوجها، والا بعدين راح تتسلس. انا والله لو اكو ناس دايمت لي كان فلها تزوجت. يردون مهر 100 مليون وانا هسه عندي 1750. يشهد الله عمي لو عندي 100 مليون اخر شيء افكر بيه الزواج. اوكي هنا نكون وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى يكون عجبكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه والتفاعل عليها مو زين. اتمنى تعدلونه ومع السلامه.